في الفيديوهات السابقة لما اتكلمت عن أسس كرة القدم، واتكلمت عن فكرة الريسك في كرة القدم والعقلية بتاعت المخاطرة والشجاعة في الهجوم. ده ما كانش من فراغ، لأنه ده اللي بيحصل في أوروبا، وده فعلا اللعب الهجومي السليم. فكرة إن الأهلي اللي عمله في ماتش الأهلي والزمالك امبارح، ان هو كان زانق لعيبه الزمالك في منطقه جزاء فعلا حرفيا، لانه الاهلي كان ضغط ضغط كبير جدا، وكان مستحوذ في اخر نص ساعه بالذات على مجريات اللقاء، والزمالك كان بيحاول يفلفظ بس ما قدرش ان هو يعمل هجمات مرتده خطيره، لانه الاهلي في اللحظات اللي بتتقطع فيها الكره بيعمل ضغط عكسي بيسترجع الكره بسرعه. ده كان مؤشر انه الاهلي هيجيب جون وهيجيب التاني، لانه الزمالك استسلم بصوره مش طبيعيه. وده يرجع بالنسبه للزمالك للتراجع البدني اللي كان عند اللعيبه، لان في لعيبه ما كانتش بتساند دفاعيا بالنسبه لنادي الزمالك.